الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، مرحبا. بتمنى تكونوا يعني بخير، وكمان تحية للناقد المهم الأستاذ الدكتور خالد حسين على جهده النقدي من قبل ومن بعد. آه، الأستاذ الدكتور خالد حسين جمعتني به صداقة، وحاولت يعني بذل قصارى جهدي الحفاظ على تلك الصداقة، ويعني جرى ما جرى بيننا. والموضوع ثقافي، والموضوع ثقافي ونقدي وبحث، لا في يعقوب ولا يوسف ولا ذئاب في الموضوع، يعني لا في نوايا مبيتة ولا من جهتي بالتحديد. لماذا أقول هذا الكلام؟ أنا كتبت للتذكير، كتبت مقالا أو كتبت دراسة عن رواية مخطوط بطرسبرغ للروائي الكردي جان دوست، لم أنشرها. لماذا لم أنشرها؟ لأنه وصلت للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد، ومنعا للأخذ والرد والتحشيد والكلام السخيف عن الأحقاد والضغائن والمكائد الذي يعني نراه هنا وهناك كلما يعني أتى شخص أو عبر عن رأيه حيال عمل إبداعي معين. أنا تجنبت النشر، أرسلت مخطوط الدراسة، وطويت هذه الدراسة على ملاحظاتي وانتقاداتي، سواء على الجانب الفني الجمالي في الرواية، العنوان، المتن، الفكرة، أو على صعيد ما يعني اعتبرته أنه عيوب ومثالب وأخطاء تقنية وفنية لها علاقة باللغة، لها علاقة بالتحرير، ويعني هي يعني وجهة نظري. طويت الدراسة. طبعا هي وجهة النظر مش كلام يعني يلقى هكذا، كلام مستند إلى على مقتبسات من النص، موثقة برقم الصفحة وكل ما تقتضيه أصول والعرف في الكتابات النقدية، حتى ولو كانت انطباعية. يعني إجمالا أرسلت هذه الدراسة إلى مجموعة من الأصدقاء المقربين مع الرجاء بعدم النشر، وذكرت العلة، ذكرت السبب لماذا لا أرغب بأن يتم يعني نشر أو تداول هذه المادة. سببه حرصا على جان دوست، يعني لأنه ليس بالأمر الهين، يعني شخص له تجربة و 12 13 رواية، ومعروف ومحقق في الأوساط الكردية والأوساط العربية، ويعني يضبط متلبسا بجرم الاختلاس. ليس بالأمر الهين. أنا يعني واحد يضبطني بهيك مثلا بصير نص هدومي، يعني بصير بنص ثيابي، يعني مش أي حرصا عليه، يعني حرصا عليه، ورغم أنه العلاقة مقطوعة بيني وبينه، فطلبت عدم النشر. خالد حسين تربطني به علاقة خاصة جدا، يعني ويعني بالأسبوع يمكن نحكي مرتين ثلاثة كنا، يعني فكان هذا طلب مرفق رجاءين: الرجاء أن يكتب عن الرواية دعما لها، اثنين، وطبعا رواية حتى ممر آمن أنا طلبت منه أن يكتب عنها، والرجل استجاب يعني مشكورا وكريما وبالغ في مدحه. روايات أخرى، أعمال أخرى يعني على الصعيد الشخصي في موانئ طلبت منه أن يكتب وكتب. أيضا أطلعني على يعني دراساته، ويعني أبديت وسجلت ملاحظاتي أنه بالغت هنا، يعني ما في مقام لا يستوجب المبالغة. يعني قلت رأيي في بصراحة في هذا والمراسلات توثق ما دار بيننا. إجمالا هو لم يستجب. وعد
وعد بأنه قراءات يعني أنا طلبت منه برجاء أن يبتعد تماما. هو ناقد مهم وكبير وأكاديمي ومعروف ومحقق، ويعني شو بتهمه قراءة وشان كاتب متواضع وكذا عادي أو مغمور. فللاطلاع والاستئناس من باب الود والصداقة ما بيننا. هو وعد أن تكون قراءته النقدية بعيدة. طبعا هو قال أشياء يعني كثيرة الآن يتنصل منها، يعني فيما يتعلق بمسألة الاختلاس والأمور هي. آه، تفاجأت بمقال طويل عريض، يمكن 7000 كلمة 6000 كلمة، ودراسة طويلة معمقة، وأدمج فيها الملاحظات والانتقادات اللي أنا وجهتها وسجلت على رواية مخطوط بطرسبورغ ضمن الرواية. في المتن في الهامش دمج يعني، ولم يستجب لوعده، ولم يستجب لرجاء صديقه. هذا السلوك يعني على الصعيد الإنساني، العلاقة بين البشر، يعني أحدث خدشا. عدا عن تصنيفه عدا عن تصنيفه في ميزان وعرف وأخلاق النقد والبحث العلمي، هذا موضوع آخر. على الصعيد الإنساني، العلاقة بين صديقين، يعني واحد يستأمنك على شيء معين، وأنت تخلف بوعدك بهذا الخصوص، يعني هذا جرحني. تغاضيت عن الموضوع، حفاظا على الصداقة، ومنعا أنا بعرف جان دوست، يعني منعا للشوشرة والكلام الذي يقال حاليا يعني. وأتت مقالة، أنا كتبت مقالة أخرى عن سليم بركات ولغته وكذا. أيضا أتى الدكتور خالد حسين من بين كل نقاد سليم بركات وقرائه وتنطع وردا قراءة أيضا مفندة وضاحدة ووفق فقه تأويلي تعسفي ذرائعي لا يحتمل، أو لا يعني ولكن في زي يعني مقنع، يعني يقنع القارئ مش بس القارئ العادي، القارئ المتمكن كمان. النقد الذي تفضل به خالد حسين مقنع. طبعا أنا بإمكاني أن المساجلة والرد في استثماره وتحويل نقاط الضعف والخلل في رواية بطرسبورغ إلى نقاط قوة ومحاسن ومفاتن. بإمكاني أن أرد نقطة، يعني اللي كتب واكتشف هذه العيوب، وأنا يعني مش كلها، يعني جزء منها طويل، لأنه يعني المادة راح تطول، والرواية صغيرة، الرواية عبارة عن 200 صفحة، أقل من 200 صفحة يعني، وشابه ما شابه من هذا الكم من العلل والمثالب. بإمكاني الرد، لكن آثرت الصمت مرة أخرى. لكن فيما يتعلق بموضوع سليم بركات رديت، ومش بس رديت، عدت إلى الموضوع الأول أيضا، ورديت فيما يتعلق برواية مخطوط بطرسبورغ وما جرى. هذا الرد الثاني فيما يتعلق أو للإشارة أو في شيء في هذا السلوك النقدي وصفته بأنه تعسفي، ينسب للنص ما ليس له، تأويلا شططا، يعني شيء غريب يعني. وبإمكانه قلب الحق باطلا والباطل حق. شيء غريب، في قدرة مهولة في الإفتاء والتأويل. رديت على هذا، مش رديت، نشرت دراستي فيما يتعلق بمخطوط بطرسبورغ وما دار، والقصة والحكاية كما جرت. لم أرد على الرد أو استثمار خالد حسين لمادتي لدراستي، لم أرد عليها. بإمكاني الرد وما ردت، لكن لكي يكون القارئ على بينة، والرأي العام الثقافي الكردي والسوري والعربي على بينة فيما جرى. المقدمة والتوطئة كانت يعني شوي الحكاية كما جرى، ونشر الدراسة أدنى تلك المادة.
ونشرتها. اليوم صباحا أرسل لي أحد الأصدقاء رد للدكتور خالد حسين الناقد على ما نشرته فيما يتعلق بمخطوط بطرس الدر. أنا كتبت رد في هذا الخصوص وسينشر، والرابط راح يكون أسفل هذا الفيديو، وسأنشره على صفحتي كمان يعني على الفيسبوك للإفادة ولتبيان الأمور، وحتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى يتبين يعني الأمر جليا للناس، وللناس عقول وما وللنقد أيضا موازين. أنا لا أبدا في يوم من الأيام لم أزعم شرف أنني ناقد، لكن لا ترعبني ولن ترعبني ولن ترعبني الألقاب والأوصاف والأكاديمية للنقاد في التعبير عن وجهة نظري كائن من كان، حتى ولو كان صديق مقرب. يعني أنا كان بإمكاني أكون شوي دبلوماسي وحافظ على هذه العلاقات وكذا وأخفي هنا بس عندما يتعلق الموضوع بالكرامة الثقافية، بالكرامة الإبداعية، بالذائقة الإبداعية، وموضوع التخطئة أو التفنيد المضاد يعني. وأنا كتبت في المادة الأولى المنشورة والمادة الثانية النقد التعسفي الذرائعي، النقد التعسفي والذرائعي، وهذا المفهوم ينبغي أن يعني سأحاول أن أشبعه تنظيرا. هذا الشيء موجود مش بس عند خالد حسين، عند نقاد كثر في مصر، في لبنان، في العالم العربي، حتى يعني مش بس في الوسط الكردي، في العالم العربي هنالك نماذج كثيرة يعني تشتغل في هذا الحيز من النقد، وتقدم لنا دراسات وبحوث نقدية تستند على القدر المهول من التأويل التعسفي الذرائعي للنصوص سلبا أو إيجابا، هذا موجود. فسأحاول هنا يعني التعليق سريعا في فيديو كمان، لأنه الفيديو سيكون موازيا للنص المحرر على ما تفضل به الدكتور خالد حسين الناقد على صفحتي في الفيسبوك. نشر توضيحا سماه عنونه، وبيشتغل كتير بالعنونة، ويعني مش بس هو، الكل بيشتغلوا بالعنونة. توضيح القراءة والقراءة المضادة، القراءة والقراءة المضادة. طبعا فحوى المنشور يؤكد ويوثق، ويعني الاعتراف سيد الأدلة كمبدأ في القانون وكذا، الاعتراف سيد الأدلة. أنه القراءة هي الأولى كانت قراءتي، والقراءة المضادة الضاحدة الناقدة والمفندة كانت قراءته. العنوان ينسجم تماما مع متن البوست المنشور في هذا الخصوص، لجهة أنه القراءة الأولى كانت قراءتي، القراءة الأصل، والقراءة المضادة التي بنى عليها قراءته هي للدكتور خالد حسين. هي قراءة مضادة وليست مختلفة، يعني هنالك فرق ما بين المختلف والمضاد. المضاد يعني على طرف نقيض، يعني المعاكس، مضاد يعني بالضد، أبيض وأسود، سلبي وإيجابي. يعني قراءته هي تقف على طرف نقيض من قراءتي، وبنفس يعني ربما بالشدة هو يعتبر نفسه أنه انتصر. سأرى في الآن يعني أنه أنا أساس ارتعبت وخفت وصرت أمارس الإرهاب نظرا لقوة الرد المضاد أو القراءة المضادة لقراءتي، هيك بفخر يعني، وما جعلني أغضب وأمارس الإرهاب، وسنرى الآن. إذن القراءة الأساسية هي قراءتي، والقراءة المضادة ويعني تعبير المضاد
يشي ب يعني بالخصومة، إن لم نقل العدوانية أو العدوى، الخصومة في أنه اثنين يقفان على نفس الأرضية لكن من زاويتين مختلفتين متجابهتين تماما. هذا العنوان هو سيد الأدلة في قراءتي الأولى لرده على مقالة سليم بركات على أنه يعني كانت قراءة مناهضة ضاحدة مفندة، فرغت مقالي ودراستي من أي محتوى. وعندما تفرغ نصا من أي محتوى فأنت يعني تسيء وتطعن وتثير الشك والشبهة على صاحب النص أيضا. يعني هذا يعني قضية فصل النص عن الشخص والقصص هي لا تعنيني في شيء. أنا قلت عن حالي يعني ماني ناقد التأويلات التعسفية وهيك قصص يعني. فإذا هذه القراءة المضادة مارسها أول مرة في دراسته التي استثمر دراستي غير المنشورة والمشفوعة بالرجاء أنه يبتعد عنها. هذا اعتراف سيد الأدلة في الاقتراف الأول، وفي الاقتراف الثاني فيما يتعلق بسليم بركات. اثنين، إذن في هذا المنشور يقدم نفسه الدكتور الأستاذ الناقد على أنه متلبس في جرم التضاد النقدي اللي حاول أن ينفي عن نفسه أنه اشتباك واختلاف وكذا. لا، هون تتضح الصورة أنه الموضوع تضاد، قراءة وقراءة مناهضة، قراءة مضادة، قراءة يعني لا ترى في العيب عيبا، إنما ترى في العيب ما أراه عيبا هو يراه محاسن وفتنة في النص، قوة فنية، دلالة فنية. ما أراه مثلا واحدا هو يراه مثلا 2 أو 0. مضاد، قراءة مضادة في النص. نحن نتحدث عن التعامل ومستويات التلقي في القراءات، قراءة النصوص يعني. هو كناقد وأنا ككاتب وروائي وشاعر. يعني نحن في هذا تصديق ودليل واعتراف بأنه هو مارس هذا السلوك مع نصي في تجربتين، وسيمارس أيضا في تجربة ثالثة ولاحقة، وربما يأخذ معه المشوار ولا يكون لديه يعني شغل شاغل غير شانغوسي يمارس معه الاشتباك والتضاد في القراءات. فليكن. أهلا وسهلا على الرحب والسعة. أتيت أهلا ونزلت سهلا. دكتور خالد حسين الناقد والصديق السابق. ماذا يقول؟ في هذه الدراسة أدناه وهو يتحدث عن دراسته لمخطوط بطرسبورغ، قدمت قراءة لرواية مخطوط بطرسبورغ للصديق الروائي جان دوست، وقسمت هذه الدراسة إلى متن أعالج فيه قضايا القوى الفاعلة والعنوان والتصدير والبداية والخاتمة، ويضع بين قوسين وهي موضوعات معتادة في قراءتي. وبعض الأسئلة الاستراتيجية مثل: لماذا أنهى الروائي حياة المخطوط بأيدي عصابة من الكرد أنفسهم وغيرها. أولا، طالما أن هذه المواضيع معتادة ودارجة في دراساتك وبحوثك، ما حاجتك إلى دراسة شانغوسي؟ ما هي الدواعي النقدية والفلسفية والمعرفية والما بعرف شو أنك تجيب مقتبسات وأفكار وملاحظات سجلها هو شانغوسي في دراسته وتتخذها مؤونة ووقودا ودعما واستثمارا في دراستك، طالما أنت مشهود ومعروف بأنه هذه الأمور قضايا عادية تتناولها في دراستك. طيب، شو هي الدواعي؟ أليس هذا
سؤالا يستحق الطرح، طالما أنك تقول عن نفسك أنه هي أمور عادية وشائعة في دراساتي. نعم هي شائعة، وأنا أقول أنه شائعة مش بس في دراساتك، في دراسات النقاد الآخرين. النقاد ماذا سيدرسون في أي نص إبداعي روائي شعري؟ العناوين، المتون، الأسئلة الضمنية، بناء اللغة، كل هذه التفاصيل هي خطوط عامة موجودة لديك وموجودة لدى غيرك. لكن السؤال طالما هي موجودة لديك، ما الذي دفعك إذن إلى اقتراف هذا السلوك الغريب بالنسبة لي؟ وطرحت الموضوع على جمهور القراء والنقاد لكي يدلوا برأيهم. 2، هذا السؤال الاستراتيجي اللي بتقول أنه لماذا أنهى يعني خاتمة الرواية، أنه لماذا أنهى جان دوست، أنه والله مخطوط الرواية أحرق بإيد عصابة من الأكراد كذا. يعني هذا السؤال أنا طرحته في دراستي والدراسة نشرتها. يعني هذا السؤال أنا طرحته، هذا لم يأتيك هكذا، وتناقشنا في هذا الخصوص ومشافهة، وطرف نشرته في يعني دونته في دراستي، ودراستك سبقت دراستي، ويعني ضربتها في مقتل فيما يتعلق بالأسبقية على صعيد الأفكار والملاحظات وكذا وكذا، وأنت يعني أتيت بقراءة مضادة. إذن هذا السؤال أيضا ولم تطرحه أنت أخذته من مكان آخر، وهذا المكان هي دراسة وشانغوس. هاي النقطة الأولى لتكون واضحين. أما في الهامش، يعني على أساس أنه هذا كان كله متن، أما في هامش دراسته، ويقصد دراسته خالد حسين، أما فقط اختلقت حوارا افتراضيا مع قارئ افتراضي للاقتراب من بنيات الرواية وقضايا أخرى تطرق إليها الكاتب هو شانغ عبر مقال مسلبي لا عمل له إلا اصطياد عثرات وتكرارات دون تفسير وظائف هذه الثيمات يعني وموقعها في الرواية بنية ودلالة، وكذلك قضية لتشخيص المهمة في الرواية. شوفوا، يعني الدكتور خالد حسين يا إما يستخف بقدرات البشر على قراءة نصه وتفكيك هذا النص، لذا تفضل لدينا بهذا المعروض المنشور، وسأحاول يعني. الهامش هو اختلق حوارا افتراضيا مع قارئ افتراضي. طبعا هذا مش صحيح. الحوار كان لبوس وفتوى لتمرير الأفكار التي أنا ذكرتها في دراستي، ولكي يدحضها في دراسته، منها ما هو ضمن المتن ومنها ما ضمن الهامش. لكن الهامش يعني صار يعني كبير يعني. وهذا السؤال أحيله لجمهور النقاد الأكاديميين، أنه يعني الهامش ضمن دراسة بحثية نقدية، يعني ما قدرته على تحمل كمية الكلام الموضوع في الهامش. هل هنالك سقف أم هو مفتوح على صفحات وما إلى ذلك؟ يعني أولا الحوار لم يكن حوارا افتراضيا، الحوار جرى بيني وبينه في أكثر من مناسبة، أثناء وقبل وأثناء قراءة الرواية، وبعد كتابتي للرواية، وبعد إرسال المادة له أيضا قرأها وتناقشنا. يعني هو حوار حقيقي بامتياز، ويستند على قارئ حقيقي بامتياز. تختلف معه الآن، تحاول أن تحول إلى الموضوع أنه حوار افتراضي وقارئ افتراضي، وهذا كلام جملة أبدا غير صحيح. يعني بيقول أنه هذا تطرقت إلى بنية الرواية هذا الحوار وقضايا أخرى تطرق إليها الكاتب. الحمد لله تطرق إليها الكاتب هو شانغوسي عبر مقال مسلبي. طبعا في الحوارات
وذكر لي انه لا، انت ونصحني بنشر المقال وانا رفضت. نصحني للنشر، طبعا في البدايه نصحني بعدم النشر نتيجة وجود، وأنا قلت له لست بحاجة للنصيحة، أنا أصلا ما راح أنشر المقال يعني حاليا، لبينما تظهر النتيجة. بعد ما تظهر النتيجة يعني لا أريد أن أفسد على جاندوس فرحته. الرجل صار في القائمة الطويلة للجائزة، ويعني هاي العقدة شوي انفكت، عقدة الجوائز هي شوي تحلحلت عند جاندوس يعني. ولا نريد يعني ليس واردا في يعني إفساد هذه بهذه، لن أنشر المادة. فيعني النصيحة هي أقبلها لا أوفرها يعني. فيما بعد قال، بعد ما نشر مادته دراسته الدكتور خالد حسين، قال لا أنا قرأت الدراسة وأنت يعني انشرها. شو انشرها؟ يعني شو انشرها؟ يعني انت الان اللي بيقرا النصين راح يقول والله شنغوس اقتبس واختلس. هاي الافكار الوارده في الحوار الافتراضي مع القارئ الافتراضي داخل روايه، داخل دراسه الدكتور خالد حسين، وعمل عليها معالجه وصار يعني عمل لها دراسه ومنها الحكي. يعني ما بتزبط. فانا اثرت عدم النشر مره اخرى، لكن اضطررت للنشر في اليومين الأخيرين. فإذا شو بيقول لي الدراسة هي دراسة أنا هي مقال، هي ليست مقال يا أستاذ، وأنا أحيل الأمر لأهل الاختصاص. الدراسة الموجودة والمنشورة والموثقة بالاقتباسات لم تكن مقالا. يعني أكثر من 2800 كلمة دراستي عن رواية مخطوط بطرسبورغ لم تكن مقالا. تجاوزت المقال واقتربت من تخوم الدراسة. ويعني البت في هذا الموضوع سأتركه لأهل الاختصاص في هذا المقال. مثلبي لا عمل له إلا اصطياد. أنا إذا اصطدت وكنت صياد وأنا قلت هذا الكلام لخالد حسين، لكانت العيوب والمثالب الموجودة في مخطوط بطرسبورغ ضعف ما أنا نشرته في الدراسة. مش بس هيك، المثالب والعيوب التي كانت في نواقيس روما هي ضعف ما أنا نشرت هذا الموضوع. ولو أنا لدي مشكلة، أنا أصلا لا لدي مشكلة مع جاندوست، لا، ليس لدي المشكلة مش مع جاندوست، المشكلة مع هذا النسق من النقد التعسفي الذرائعي المرعب، والذي لا يرعبني يعني. المشكلة إنه ليست مع جاندوست، لا، جاندوست كتبه عندي. يعني أنا لو يعني بحط ببالي بحط كتبه، وأنا قرأت ممر آمن أيضا وشفت العيوب الكثيرة التقنية، وقلت لخالد حسين بهذا الخصوص بإمكاني أن أضع كل كتبه ويعني أتفرغ. لكن يعني جاندوس من السوية والمستوى الذي لا يرقى إلى أن أتفرغ له، يعني يكفي يعني ما سجلته من ملاحظات. إذا طبعا هذا لا يلغي أنا في كل الحوارات. آخر حوار في تونس مع الروائي التونسي محمد سعيد المؤدب. أنا ذكرت جاندوست، ذكرت مها حسن، ذكرت حليم يوسف، ذكرت جمهور الروائيين الكرد اللي بيكتبوا بالعربي كلهم، هيثم حسين، كل اللي بيكتبوا أدب ورواية باللغة العربية. لست من يقصي شخصا مهما اختلف معه في وجهات النظر في هذا الخصوص. جاندوست له حضوره، له تجربته، له كذا، لكنه لا يرقى إلى مستوى أن أتفرغ له في بهذا الخصوص. فالموضوع مش بقضية لا يعني شو بيقول مقال مطلبي لا عمل له إلى اصطياد عثرات وتكرارات دون تفسير وظائف. هذه ليست مهمتي. تقديم الذرائع والتفسيرات والشطط في التأويلات هي مهمة خالد حسين.
أنا مهمتي أن أقدم بالدليل ما أعتبره خللا فنيا، خللا كتابيا، خللا بنائيا في بنية النص على مستوى التحرير واللغة وبناء الشخوص ومنطق تطور الأحوال، كل هذه التفاصيل. وأنت يا دكتور خالد حسين مهمتك تقديم التبريرات والتفسيرات والذرائع، وتفرش الأرض بسجادة الذرائع لجان دوست ولغيره. أنا هذه ليست مهمتي، يعني أنا ما فيني أقدم تفسيرات بهذا الخصوص، يعني أنا أقول هذه عيوب ومثالب وتسيء للنص. أليس هذا تفسيرا؟ ألا يكفي هذا التفسير؟ الجوانب التضليلية والتمويهية والتعتيم والتعمية عن هذه وتحويلها، يعني يعمل لها إعادة تدوير وإعادة إنتاج وتحويلها إلى محاسن ومفاتن، هذه مهمتك مش مهمتي، ليست وظيفتي يا دكتور. أنا آسف، ما فيني، أنا لا أمتلك القدرة والطاقة على تحويل الخطأ إلى صواب، والباطل إلى حق، والعيب إلى يعني محاسن. هذه وأنت ضليع في هذه الموضوع. وشو كمان بيقول؟ طبعا هي بيقول انه مواجهة هذه التفاصيل اللي بيعتبرها هوشانغ أوسي في مقاله مقال مطلبي لا عمل له الا اصطياد عثرات وتكرارات دون تفسير وظائف هذه الثيمات بصفة الثيمات وموقعها في الرواية بنية ودلالة، وكذلك قضية التشخيص المهمة، وهي قضايا على الناقد أن لا يتهرب منها بل يواجهها. وهذا ما جرى، وهذا موضوع مواجهة، وهذا ما جرى بتقديم تفسير مضاد في قراءة خالد حسين لعدد من الأمثلة التي حسم الكاتب الأمر فيها وعدها من عيوب الرواية لغاية في نفس يعقوب. هذا الكلام عيب، هذا الكلام بالذات عيب، عيب دكتور خالد حسين، هذا الكلام تقوله في حقي. غاية في نفس يعقوب، لا أنت يعقوب، لا أنا يعقوب، ولا جان دوست يوسف، ولا أنت الذئب المتهم بدم ابن يعقوب. يعني هذا الكلام قولا واحدا وبالعربي الفصيح وبالكرمانجي الفصيح عيب. لغاية في نفس يعقوب. شو هي الغاية اللي في نفس يعقوب؟ أنت ننتقد سليم بركات بتقول والله قتل الأب. طيب هلا في جان دوست شو راح تقول؟ شو قتل الأب؟ شو قتل الأب يعني بدي يعني ما عندي مهمة غير يعني أقتل في جان دوست. ليس أنا في حياتي لم أتأثر بجان، تأثرت بسليم بركات شعريا شوي بس لم أتأثر بجان دوست. شو يعني لغاية في نفس يعقوب؟ شو هي الغاية؟ أنت الآن مطالب طالما أنت تحكي بالتأويل والنوايا والغايات والدواخل والسطور والصدور، أنت لازم تكشف عن هاي الغاية. هذا الكلام معيب جدا جدا في حق نفسك، مش في حقي، كل واحد واثق من نفسه، بس في حق نفسك هذا الكلام لا علاقة له بالنقد. لغاية في نفس يعقوب. شو كمان؟ بيحب أن ينوه، وأحب أن أنوه أنني اقترحت على الصديق، يعني أنت لم تبقي من الصداقة قطرة ماء على كل حال. وأحب أن أنوه أنني اقترحت على الصديق هوشانغ أوسي أن أدخل مع مقاله من قوسين الذي كان قد وزعه على أكثر من صديق، أي بات في حكم المنتشر بهدف إيصاله إلى جان دوست والقبض عليه متلبسا بخصوص مقطع من الرواية عدة أسطر ظل من غير توثيق. شوفوا، بيحب أن يقترح علي وأنا رفضت، واقترح علي وأنا رفضت. هذا كمان اعتراف، والاعتراف سيد الأدلة.
أنا رفضت أنه يشتبك مع هذا المقال، ولكنه ماذا فعل؟ اشتبك مع هذا المقال واستثمره واتخذه منصة ومؤونة للرد المضاد. وهذا شو كمان؟ هذا يعني وكأنه واحد هيك قاعد بمنتهى البساطة بيعتبر نفسه أنه بيدافع عن نفسه في قاعة محكمة، وكل الدفوع التي يقدمها هي عبارة عن اعترافات، هي عبارة عن أدلة، اعتراف يعني يضبطه بالجرم المشهود. أنا اقترحت على صديق شنقوسي أن أدخل في مقاله اللي وزعه، وبيعطي انه هالمقال هذا اللي انه وزعه على مجموعه من الاشخاص صار في حكم يعني المنتشر، وبيشوف الهدف انه ان اوصله الى جنسوس، لان اعدم المسائل، ان اوصل هذا. وماذا اخاف يعني؟ اوصل هذا المقال بشكل مباشر الى، ومش بس يعني انشر يعني كان في امكاني ان انشر هذا المقال ويشوفوا جان دوست ولا هم يحزنون، لاني خايف ولاني حاسب حساب حدا ابدا. يعني في منطق الموقف والرأي، والناس صارت تعرفني بطباعي في الكتابة والمواقف ومسألة المهادنات والمسائل هي اعتبارات، وربما كنت خاطئ فيها. كان ينبغي علي أن أنشر المقال في حينه، ربما يعني هذه الاعتبارات الإنسانية كانت خاطئة وجرت علي الآن ما يتفوه به أستاذنا الكبير وناقدنا الكبير خالد حسين. يعني كان علي أن أنشر المقال ولا حتى استمزجه الرأي، ولا يعني أبدا كان ينبغي علي أن أنشر. النتائج تقول هكذا. يعني صار في هلا لنفترض أنه أحد الروائيين جان دوست مثلا أرسل مخطوط روايته ل5 6 10 أشخاص لاستمزاج الرأي وإبداء الرأي وكذا. هل يصبح مخطوطه في حكم المنشور والمتداول، ويحق لأي ناقد أن يتناول هذا المنشور، هذا المخطوط، في دراسة أو بحث قبل صدور الرواية وفق فقه التأويل التعسفي والأحكام التعسفية لدى خالد حسين؟ يجوز. أنا أرسلت الدراسة لمجموعة من الأشخاص لتبيان الرأي، أشخاص أصدقاء مقربين، الكل التزم بالطلب، إرسال الملف المشروع بالطلب، الكل التزم بهذا الطلب إلا خالد حسين، الناقد الصديق العزيز الأكاديمي الباحث الحصيف، هو الوحيد الذي لم يلتزم بوعد. يعني أنا فقط أرسلت لمجموعة من الأصدقاء في الماسنجر مع أنه الرجاء عدم للاطلاع بس يعني في هذا الخطوة. والهدف مش أرسله أنا على قطيعة مع جان دوست من 2019، وليس هنا مقام الحديث بهذا الخصوص. وبعض الأصدقاء المقربين بيعرفوا التفاصيل ليش أنا قطعت علاقتي مع جان دوست، وجان دوست نفسه بيعرف هذا الموضوع. هذا موضوع آخر، ويعني مثل ما قلت ليس مقام. أما شو بيقول والله الهدف أنه يمرره ويضبطه بالجرم المشهود. شو يضبطه ما هو مضبوط بالجرم المشهود، ما هو مضبوط. يعني أنا ليست مشكلتي أن يقرأ خالد حسين فرضا نواقيس روما وبتمر عليه كل العيوب التقنية، وبعدين بيقول لا هاي عيوب يعني مثالب تقنية وكذا. ليست مشكلتي أن يقرأ ممر آمن وتمر عليه كل العيوب التقنية والفنية. بعدين لا هي مثالب، هذا نقد مثلبي، هذا ليس اشتغالي، ليس اشتغالك، هذا صلب اشتغالي بالرد على الأمور المثلبية وتحويل الأخطاء والمشاكل التقنية إلى محاسن وإلى خصال فنية تتميز بها الرواية. هذا صلب عملك النقدي التعسفي الذرائعي. شو كمان بيقول؟ عدة أسطر
هلا الواحد إذا سرق بيضة أو سرق جمل، إذا اختلس سطر أو اختلس عدة أسطر وهي لم تكن عدة أسطر، أعدل لك الأسطر بالأرقام يا دكتور خالد حسين، هي لم تكن عدة أسطر، هي لم تكن عدة، يعني ما تجاوز نصف صفحة فقرة في الرواية. وكان بإمكان جان دوست يعني ولا يعدم الوسيلة يعمل إعادة تحرير، يتحايل على جوجل، يعني يعمل، هو بده معلومات عن المكتبة الوطنية في بطرسبرغ، بده شوية معلومات تاريخية والمسألة يعمل إعادة تحرير وتظبيط وكذا ويوظفها في سياق أدبي وخلاص، ما يجيب لي إياها كوبي بيست. ما هو ليس في بصدد أنت الآن تورطه، يعني شو يوثق؟ ما يوثق، هو بصدد عمل روائي مش بعمل حتى ولو كان تاريخي، يعني مش بصدد بحث يعني يجي يوثق، لا، بإمكانه أن يستفيد من المعلومة. أنا عدت إلى مصادر كثيرة واستقيت معلومات، لكن ما نسختها حرفيا، عملت إعادة تحرير. أنا عندي القدرة على الكتابة، أبجو بالمعلومة وخلاص أبني عليها نسيجا لغويا أدبيا مختلفا عن المصدر. هل يعدم جان دوست هذه الوسيلة؟ انصحوا بهيك طرائق، يعني والله يوثق، يحطها بين مزدوجين ويوثق، يعني هذا ليس منطقي يعني في هذا الخصوص. إجمالا يعني عدة أسطر ظل من غير أقول في حوار، لكنه رفض. طبعا أنا اللي رفض، أنا رفضت وأنت يعني لم تلتزم بهذا الرفض. قول. ولذلك التزمت، يعني على أساس التزم يعتبر ذلك التزاما، ولم أنشر ولم أشر إلى دراسته أو اسمه بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة كمان. لكن أجوبة الأسئلة الافتراضية في المقاطع في الهامش تتقاطع على نحو مضاد، أكرر على نحو مضاد وتفنيدي تحليلا وتأويلا. يا إلهي يا إلهي، يعني التعسف والذرائعية تحسدك على هذه القدرة التوليفية والتكويفية في إصدار فتاوى. يعني هو يعني اقترح وهوشنغ رفض، انه اللجوء الى دراسته وكذا، وهو التزم. طبعا يعتبر هذا التزاما. ايها النقاد، ايها القراء، عودوا الى دراسته وعودوا الى دراسته وشوفوا هل خالد حسين التزم برفضي، هل التزم برفضي أم لا؟ والأسئلة الافتراضية في الهامش، حاططها في الهامش، يعني تتقاطع لك، جايب نفس المقتبسات. أنا المقتبس اللي باني عليه الفكرة هو جايب الفكرة والمقتبس ومفندها، تتقاطع. يا إلهي، ألا يعني قدرتك على يعني، بس يا أستاذ خالد، يا دكتور خالد، أنت بإمكانك تقنع قارئا بسيطا بهذا الكلام. ما فيك تقنعني، ما فيك تقنعني بهذا التبرير اللي ظاهره مسبوك وباطنه ركيك في منتهى الركاكة. ظاهره مسبوك وأنيق وهيك مرتب، لكن في باطنه في منتهى الهشاشة والركاكة، بدليل يعني هي أنا عم رد عليك. يعني في نقطة أخرى، وفي الوقت ذاته وفي الوقت الذي رأى الكاتب هوشنغ أوسي في هذه الأمثلة عيوبا من دون تفسير، أنا قلت أنه هذا التفسير يعني تعود إليك طالما أنت تضع تفسيرا مضادا، فهي مشكلتك. أنا قلت أنه هي عيوب تسيء، أنا بنت مشاكل تقنية. أنا ذكرت مثلا فيما يتعلق باللغة، فيما يتعلق بمنطق تطور الأحوال والأحداث كذا، مشاكل تقنية. على هذا تفسير؟ شو بدك تفسير أكثر من هيك؟ شو بدك تفسير؟ تسيء إلى العمل الروائي. وجان دوست نفسه
يعترف في تعليقه على منشورك بأنه لا تخلو رواية من كذا وكذا وكذا ومن ضمنها مخطوط بطرسبرغ، يعترف ويفند كل هذه العريضة اللي بتدافع فيها عن العيوب، هو نفسه يعترف ويقلبك على ظهرك وعلى نقدك التعسفي الذرائعي، هو يعترف، راجع تعليقه، هو نفسه يعترف أن هنالك مشاكل، هنالك إما يعني عن جهل أو أسباب أخرى، يعني الرجل يعترف. أنا أصدقك إلك أنه أنت قلبت العيوب محاسن، ولا أصدق صاحب العمل اللي بيقول نعم هنالك مشاكل، هنالك عيوب؟ أصدق مين؟ أصدق صاحب النص الروائي ولا صاحب النقد الذرائعي التعسفي؟ أصدق مين؟ بيقول لي ليش ننفعل؟ لك هذا بيخلي يعني هيك مستوى من التبرير التعسفي الذراعي، هل يبقي قدرا من الهدوء؟ يعني غريب غريب غريب. وفي الوقت الذي رأى فيه الكاتب هشام قوسي في الأمثلة عيوبا دون تفسير، لجأت إلى قراءتها ضمن السياق النصي. ليش أنا من وين جايبة؟ من خارج السياق النصي، ما أنا جايبة داخل السياق النصي بالاقتباس برقم الصفحة، والقارئ بإمكانه أن يعود. فوجدت نقد المثالب هو الذي يحرك قراءة الكاتب. طبعا أنا كمان فيني أقول بمنتهى البساطة وبمنتهى الأريحية، النقد المضاد الذرائعي التعسفي هو الذي حركك منذ اللحظة الأولى، منذ البداية وحتى هذه اللحظة، وأنت يعني متورط وضالع يعني بشكل مريع في هذا السلوك التعسفي، في هذا السلوك النقدي المضاد، وهو الذي يحرك قراءة الكاتب هشام قوسي. ليس وسيكون لي قراءة مرتقبة وكذا. يتحدث الأستاذ خالد حسين حول يعني أنه سيرد على ما كتبته في يعني لا أعلم ماذا بقي من ردود يعني يمكن أن يتفضل بها الدكتور خالد حسين ويعطينا إياها تبريرا وتسويغا لسلوكية. يعني قصار القول وختام القول، يعني من يلتمس كل هذه الأعذار والتبريرات للأخطاء الموجودة، للعيوب والأخطاء الموجودة في نص الرواية، سيلتمس لنفسه أيضا أعذارا أضعافا مضاعفة لسلوكه يعني واستثماره دراسة ولكي يبني عليها دراسة وقراءة مضادة. اللي بيبرر لجان دوست مجموعة من العيوب والأخطاء سيبرر لنفسه يعني مجموعة أكبر من السلوكيات التي وفق تقديري تتنافى مع يعني قواعد ومبادئ وأخلاقيات ومهنية النقد. أنا أعرض هذا الموضوع على الرأي العام الثقافي، نقاد وكتاب وأدباء، لكي يروا ما قلته وما تفضل به الدكتور خالد حسين. وكما ذكرت يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا السلوك في النقد يعني يؤسفني القول أنه بات هذا السلوك يتكاثر ويتعاظم ويرى استجابة من لدن الكتاب ومن القراء. جان دوست كتب تعليقا في يعني على صفحة دكتور خالد حسين على منشوره هذا التعليق، فضلا عن أنه يعني سند واعتراف سيد الأدلة على وجود الأخطاء والعيوب في نصه، وهذا الاعتراف الذي أدلى به جان دوست هو مضاد ومناهض للتبرئة والذرائعية الموجودة في نقد
خالد حسين. وكما ذكرت، هل أصدق صاحب الرواية الذي يعترف بالعيوب أم صاحب النقد التعسفي الذرائعي الذي ينفي العيوب؟ هما أيضا على طرفي النقيض. طبعا جان دوست لم يتناول عن استهدافي مرة أخرى، فهو تناولني بالاستهداف والتشويه. يعني تعليق جان دوست بصراحة يعني من الهشاشة والركاكة ما لا يستحق الرد. كما قلت يعني مشكلتي ليست مع جان دوست أبدا أبدا، مشكلتي ليست مع، فليطمئن بهذا الخصوص، يعني مشكلتي مع هذا القدر من النقد الذرائعي التعسفي المريع الذي يمنح نفسه الحق والرخصة والتفويض لاقتراف هذا القدر من التأويل ومزاولة فقه التأويل في منح النصوص ما ليس لها. حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير.